بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ المهندس المرجع المحقق الصرخي لا يفرق بين الضاد والظاء، وكذلك يخترع كلمات لا وجود لها في اللغة العربية. على سبيل المثال في بحث له يتكلم عن حرب الجمل بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة، يعبر عن هذه المعركة بأنها معركة ضروسة. لا يوجد في اللغة العربية كلمة ضروسة، وإنما يقال هي حرب ضروس، يعني حرب شديدة الفتك والقتال. فلنستمع إلى ما قاله المحقق الصرخي ثم نرجع إليكم. كيف قاتل الناس تحت لواء السيدة عائشة؟ قاتلوا حتى الموت. كانت معركة شرسة ضروسة بمعنى الضراسة والقوة والعنف. ضروسة بمعنى ضروسة بمعنى الضراسة والقوة. هذا أولا. أما ثانيا فهو لا يفرق بين الضاد والظاء، فهي ليست ضروسة، هي ضروس بالضاد وليست بالظاء. مثاله للتفريق كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الظالمين، وهذا هو حرف الضاء. أما في الضاد فهي في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمود الصرخي لا يفرق بين الضاد والظاء في هذه الكلمة. ربما يقال هذه كلمة في اللغة العربية وهنالك سبق لسان، ممكن أن يكون قد أخطأ، وهذا ليس بالعيب الكبير ألا يفرق بين الضاد والظاء في هذه الكلمة. أقول لكم المفاجأة الكبيرة أن الصرخي لا يفرق بين الضاد والظاء كذلك في القرآن الكريم. حينما قرأ القرآن الكريم في آخر بحث له حول معاوية، اسمعوا ماذا قال الصرخي المحقق الذي تحدى المراجع في أن يقرأوا القرآن، فلنستمع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. استمعتم إلى محمود الصرخي كيف يقرأ القرآن ويكرر الكلمات بذات الخطأ، لا يفرق بين الضاد وبين الظاء. وهذا التكرار لم يكن مني، أنا لم أكرر الآيات، إنما هو كان يكرر الآيات ويكرر الوقوع في الخطأ في هذه الآيات، فهو لا يفرق بين الضاد والظاء. المشكلة أنه هو هذا محمود الصرخي تحدى العلماء وخصوصا السيد السيستاني بأن يقرأ مقتبسا من كلمتين، وها هو لا يفرق بين الضاد والظاء كما سمعتم. ولنستمع إلى ما قاله حول تحدي للمرجعية وللسيد السيستاني حول قراءة القرآن. ليظهر الأستاذ السيستاني يقرأ لنا مقتبسا، هذه مناظرة، هذا تحدي. أنا أقرأ القرآن من البداية إلى النهاية وهو يقرأ مقتبس من هذه المقتبسات ولو من كلمتين، يقرأ هذه بصورة صحيحة. إذا قرأ فأنا أتنازل عن كل شيء، أيضا حتى الطرف الآخر من المناظرة لا أقرأ أي شيء. إذا قرأ مقتبسا من كلمتين بصورة صحيحة واضحة أنا سأترك كل شيء وأتخلى عن كل شيء. هذا تحدي. إذن الآن ليس عندنا، لا نتحدث بمناظرة وأعلمية بالفقه أو الأصول أو التاريخ أو العقائد أو الفلسفة أو غيرها من العلوم. الآن أتحدث ولا عن تفسير قرآن ولا عن حديث وعلم رجال، أتحدث عن قراءة فقط قراءة. لقد استمعتم بآذانكم ورأيتم بأعينكم هذا الذي لا يفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم كيف يتحدى العلماء ويقول سأترك كل شيء. إذن فعليك بالوفاء بوعدك. أنت وعدت بأنك إن
أخطأت في القرآن الكريم فإنك ستترك كل شيء. من يخطئ بقراءة القرآن الكريم كيف يعتمد عليه إلى أتباعه الذين يتبعونه؟ هذا صاحبكم الذي تحدى العلماء والمراجع يخطئ بكلمة في القرآن الكريم ويكررها في أكثر من مورد، فهل من متعظ؟ هذا هو الصرخي وهذا هو جهله، وها هم أتباعه الذين يقدسونه ويخطئون القرآن ويصدقون كلامه. والحكم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ عمار الشويلي. لا تنسوا الاشتراك ودعمنا، جزاكم الله خير جزاء المحسنين.